بكم حلقة جديدة وبرنامجكم حوارات شبابية. النهاردة زي ما انتم عارفين هنلتقي بالعديد من التيارات السياسية، بالتحديد هم 3 تيارات سياسية او 3 احزاب سياسية هنلتقي بيهم ونتحاور معهم. هو بالامانة مش احنا نتحاور معاهم، هم الشباب اللي جم عشان يتحاوروا معاهم ويسألوهم على كل ما يخص الوضع السياسي في مصر، الرؤية المستقبلية لهذه الأحزاب وما يستجد على عقول الشباب من تساؤلات تجاه الوطن الحالي وما يحدث فيه من تيارات مختلفة ويحاكى فيه من مؤامرات مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية، وهل هذا الكلام سليم في الأساس ولا لأ، وإيه دور الأحزاب في هذا الإطار. ده بالضبط اللي هيحصل النهاردة في هذه الحوارات. بالتأكيد احنا كان لازم نثري هذه الحوارات اكتر اللي بيقيمها المجلس القومي للشباب برعاية المهندس خالد عبد العزيز، لكن بالتأكيد بيكون معانا ضيوف اخرين. انا النهاردة معايا الاستاذ محمد لطفي نائب رئيس تحرير جريدة صوت العرب، وهذا الرجل هو كاتب سياسي مخضرم وله اراء عديدة في مجال السياسة وما يدور في الشأن المصري الحالي. تابعوا هذا اللقاء بعد الفاصل مباشرة. عودة مرة أخرى للقائي مع ضيفي العزيز الكريم الأستاذ محمد لطفي نائب رئيس تحرير جريدة صوت العرب. أهلا بيك معنا يا فندم. أهلا يا فندم. أستاذ محمد، بالتأكيد الشأن السياسي الجاري حاليا في مصر ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤامرات تحاكى وما نسمع عنه من وضع أمني غير مستقر. كيف ترى المنظور الأمني الآن والوضع الحادث في مصر الآن؟ أنا بس في البداية أحب أشكر الشعب المصري العظيم لرفضه للعصيان المدني، وده لو دل على شيء بيدل على الوعي وبيدل ان الشعب المصري بالفطره عارف مصلحه البلد فين. احنا بالظبط كأننا بقالنا 30 سنه في عصيان مدني واشتغلنا يوم السبت ده. بالظبط كده. انا سمعت ان في موظفين كتير قوي اشتغلوا بدون اجر. ده بيدل عن ايه؟ وطنيه، شعب واعي وشعب عارف مصلحه بلده فين. ده ما يدلش على ان التيارات اصحاب الدعوه للعصيان المدني لا تمثل معظم الشعب المصري؟ ده اكيد. دي وضحت عملي ان بيمثلوا قله من اراء الشعب المصري. يعني سيادتك شايف ان هو سواء ما قاموا به من بعض الاعتصامات او بعض الاعمال اللي ممكن تكون فيها نوع من الاحتجاجات على اوضاع سياسية، احنا كنا بنلاحظ ان كان عند انتخابات مجلس الشعب بيحصل مشاكل، عند الشورى بيحصل مشاكل، عند دخول مجلس الشعب لاول مرة في اول جلسة تعقد في مشاكل بتحصل. انا طبعا احنا لا نلقي بالتهم على حد معين، ولكن هم يعني ده رأيهم، بس احنا شايفين ان ده بيحول دون اتمام مؤسسات الدولة، ان هي اتمام بناء مؤسسات الدولة. يعني لما نيجي نأخر مجلس الشعب، نيجي نأخر مجلس الشورى، نيجي ده كله بيعمل اعاقة لمؤسسات الدولة. احنا محتاجين مؤسسات الدولة كلها يتم بنائها عشان نعرف رؤية المستقبل ايه، عشان نعرف آليات البناء بتاعتنا ايه. أستاذ محمد، قدامنا 3 أحزاب، النور والوفد وحزب الوسط، بالتأكيد ليهم أيادي في الوضع السياسي في مصر ولهم رؤى مختلفة. هو في النهاية ال3 بيسعوا للارتقاء بمصر لا جدال، وإن كان اختلفت الأساليب أو الرؤى أو المنهجية في التنفيذ. هو في النهاية مصريين وبيعشقوا مصر زينا بالظبط. ايه المطلوب منهم؟ يعني احنا بقالنا سنة تقريبا عمالين نتكلم في آراء ومقترحات ورأي آخر. احنا عاوزين نشتغل بقى، يعني مفيش مجال للعمل. يعني ابسط شيء خالص، يعني انا بالنسبه للاحزاب، يعني احنا شفنا ان هم عملوا لجان شعبيه لمجلس الشعب لما كان في تظاهر امام مجلس الشعب. ما شفناش ده عند وزاره الداخليه ولا شفناه عند وزاره الدفاع. السؤال هنا الحريه والعداله. الحريه والعداله، جميع الاحزاب السياسيه. احنا شفنا الحريه والعداله عملت حائط صد عند مجلس الشعب، وما شفناش ده عند وزارة الداخلية ولا شفناه عند وزارة الدفاع. السؤال هنا ليه؟ يعني ده ليه علاقة، يعني ليهم مصلحة مع مجلس الأمة؟ طب ما هو برضه كانوا بيحموا الكيان الدستوري والوضع القائم لمجلس الأمة أو مجلس الشعب. ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع هو مش منوط بيهم الحماية الأمنية لمنشآت الدولة، ولكن ده يحول دون إراقة مزيد من الدماء. وده أنا كنت أتمنى ان هم يعملوا كده زي ما عملوا مع مجلس الشعب. السؤال كان من الاستاذ ابراهيم يسري من المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه. معاك مايك، اقرا لك السؤال انا وهتقول انت اين حزب النور من الثوره؟ بس انا بقول لحضرتك دلوقتي باسم حزب
بعد الثورة إلى هذه اللحظة بين حزب النور من كل التجمعات اللي حصلت في ميدان التحرير حتى هذه اللحظة لم يتواجد حزب النور السلفي سوى في مكانين فقط لا غير، جمعة مصر في القدس على ما أتذكر والجمعة اللاشونيات في جمعة الهوية الإسلامية فقط لا غير. لم يحدث أي شيء من حزب النور السلفي سوى يعني تواجده في البرلمان وبعض الحاجات البسيطة، إنما تواجده في الثورة كالثورة واللي هي بتنظيم التظاهرات والقصة دي كانت ما شفناش أي حاجة. شكرا يا ابراهيم على سؤالك، واعتقد ان هو قد يكون ليه جانب من قلب الموضوع زي ما بيقولوا. بالنسبه لسؤال حضرتك انا اقدم لك ان انت متابع لحزب النور ومهتم بخواطه على الارض، ده يشعرنا بحجم المسؤوليه الكبير الملقى على عاتقنا، بس ما نشغل الفت نظر حضرتك عشان بس كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، فانا يعني بلفت نظر حضرتك لحادثه واحده بس. انت فاكر احداث محمد محمود الاولى؟ احداث محمد محمود الاولى ايوه الاولى مش الثانيه دي اللي بعد 18. طيب احنا اتهمنا بان احنا بنعمل مغامره سياسيه غير محسوبه، ان احنا نزلنا مش حزب النور، حزب النور والدعوه السلفيه باعداد كبيره جدا نزلت تحديدا يوم الاثنين، انا نزلت السبت ويمكن الكلام ده كان على صفحتي الخاصه لو حد بيتابعها، طبعا يعني ما تستحقش انتوا تتابعوها، بس ذكرت من يوم الاول قلت بالنص كده من كان يرى أن نزوله إلى ميدان التحرير نصرة للمظلوم وردا على الظالم فلينزل، قلت أن أنا موجود في التحرير. حزبي نزل والدعوة السلفية نزلت بزخم كبير جدا. شوف دي مشكلة بقى ان أنا برد لحضرتك على السؤال وحضرتك مش معايا. أنا نزلت يوم السبت، طيب والحزب والدعوة نزلت يوم الاثنين. عايز أذكركم بحاجة مهمة جدا، 2 3 4 خميس جمعة، حتى يوم الجمعة الكبير جدا اللي كان فيه حضرتك بتقول نصرة القدس احنا ما كناش فيها، ده احنا كنا بقى في الجمعة اللي كانت في التحرير، والناس حتى كثير من الأطياف السياسية اتهمتنا ان احنا بنعمل مغامرة غير محسوبة، ان ازاي يبقى الانتخابات يوم الحد واحنا 2 و3 و4 وخميس وجمعة موجودين في التحرير بهذا الزخم، وقالوا شعبيتنا هتقل، لكن كان عندنا خط محدد بنتكلم فيه، فنزلنا عشان نرد هذا الظلم والوقوف في وجه الظالم. انا ضربت مثال واحد بس. سيدي الفاضل، وجودنا الآن في البرلمان هو امتداد للزخم الثوري. البرلمان ده أنا أسميه إن هو ابن شرعي للثورة وابن شرعي للميدان، فوجوده الآن في البرلمان، وجودنا الآن في البرلمان امتداد لهذه الثورة لتحقيق طلباتها أو لتحقيق أهدافها. أين حزب الوفد من الثورة؟ حزب الوفد كان من أول الأحزاب اللي نزلت لما قامت الثورة، وإحنا أول حزب خدنا موقف أيام ما كانت المواقف قليلة. خدنا موقف يوم ما قلنا إن المسؤول عن الانتخابات وغش الانتخابات اللي حصل والتزوير رئيس الجمهورية، والمطالعة اللي سبق غير ذاك كان رئيس الجمهورية موجود. انسحبنا من الانتخابات لما كان في تزوير، وما كانش الشباب ده هيعرف ان في تزوير الا لو كان بيتابع اللي بيحدث، واحنا الى حد كبير جدا كنا اول من اضاء النور على وجود تزوير والتزوير في اعش، لان اغلب الناس كانت بتشوف الانتخابات ماشيه عاتيه. من ناحيه ثانيه زي ما قلت لحضرتك احنا نزلنا وكنا من اول الاحزاب اللي نزلت، انما طبعا مع الاعداد الكبيره جدا بتاع الشباب يمكن ما بانش العدد مع الزخم الكبير جدا اللي كان موجود بفضل الشباب اللي كان متواجد في المكان. في تاريخ مصر او في تاريخ السياسه المصريه لم يحدث ان احنا نطالب شباب حزب ما بانه يقف بايده مباشره في التعامل الجسدي في الشارع لحمايه الوطن. كان معظمهم بنطالب انهم يعملوا ندوات وملتقيات ثقافيه وتوعيه للشباب وخدمات صحيه وخدمات غيرها، لكن ينزلوا بنفسهم علشان يقفوا حائل ما بين الاعتداء على منشآت الوطن. دي غريبه شويه. ومن وجهه نظر سيادتك مين اللي ممكن يقنن ده؟ هل ممكن اصحى من النوم الصبح اقول النهارده انا هنزل احمي وزاره الدفاع، اصحى من النوم الصبح اروح على وزاره الخارجيه لوحدي؟ مش لازم في قائد امني بينظم ده؟ هو قائد امني هيستدعي الشاب. انا بتكلم على دور الاحزاب، تمام، لان ده يبقى دور من ادوار الاحزاب، زي بالظبط ما احنا عندنا المثال مجلس الشعب عملوا كده، بس ده منهم فيهم ليهم مصلحه بقى، مجلس الامه. طب ما وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، ما الوزارات الحكوميه
برضه بلدنا. ليه ما بيتمش التنسيق مثلا مع مدير الامن في المحافظات او مع مأمور الاقسام حتى، ان مثلا في مجموعة هنا انت بيقع في دائرتك منشآت كذا وكذا؟ تطور جديد يتعمل في وزارة الداخلية، ان يبقى من اول المراكز والاقسام المفروض رئيس المباحث في الاسم او الدائرة بتاعته المفروض ان هو يبقى على علاقة مباشرة مع الشباب، وفي حالة اقتحام او حالة حدوث اي شيء يبقى في اتصال مباشر لجمع هؤلاء الشباب للوقوف بجوارهم في المشاكل اللي زي كده، وبالتصعيد لغاية مدير الامن. السؤال الثاني الاستاذ محمد مصطفى اسماعيل، طب بشري. السؤال موجه للاستاذ النائب عصام سلطان، وبقول لحضرته هو ليه معارض حزب الحريه والعداله؟ في بيت شعر بيقول لك ايه؟ فكرت بأي حاجه. ان شر النفوس في الارض نفس تتمنى قبل الرحيل رحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى ان ترى فوقها الندى اكليلا. وعندنا في مرجعيتنا الاسلاميه الحديث الشهير انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، كيف ننصره ظالما؟ قال ان تكفه عن ظلمه. اللي بيقابل هذا المثل انا واخويا على ابن عمي، اللي هو ضد هذا المثل انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب كده. المهم طالما انا واخويا داخل في خناقه لازم اقف معاه، غلطان او مش غلطان اقف معاه، وانا وابن عمي برضه على الغريب نفس الحدوته. مرجعيتنا من هنا لا، ده ما ينفعش. احنا لابد من ان احنا لما نشوف حد فينا بيعمل شيء كويس نقف معاه عشان عمل شيء كويس. اللي عمل شيء مش كويس نقف ضده عشان يصلح من سلوكه. اطيعوني، ابو بكر الصديق، اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيت فلا طاعة لي عليكم. احيانا في بعض بسبب الحقب التاريخية التي عشناها او العقود التي عشناها، فجعلت ان اي ظاهرة سياسية او اسلامية في المجتمع تاخد شكل استقطاب على طول. واول ما تظهر يقول لك انت كذا ولا كذا، انت اهلي ولا زمالك، انت ابيض ولا اسود، انت معانا ولا علينا. ودي انتشرت في العالم، وفكره الفسطاطين وكلام بوش اللي مش معانا يبقى ضدنا وهكذا. الحقيقه الفكره دي تناقض اصل المرجعيه الاسلاميه. اصل المرجعيه الاسلاميه ان انا مع اللي مع الحق، حتى ان بعض اهل الكتاب لما كانوا بيبقوا مع الحق كان القرآن ينزل يناصرهم على الفرس. ألف لام ميم، وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله ازاي؟ هم المسلمين اللي انتصروا؟ لا، لأن قضيتهم كانت ضد الفرس، كانت قضية حق. فعود نفسك وعود نفسي ونعود نفسنا كلنا أن ندور مع الحق حيث كان. الحق مع حزب الوفد يبقى نؤيد حزب الوفد، الحق مع حزب النور يبقى نؤيد حزب النور، مع الحريه والعداله نؤيد. طب هم جافوا الحق او اخطاوا من وجهه نظري، اخطاوا لازم اقف واقول لهم انتوا اخطاتوا. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. اكيد لو انت في مواقف كتير أيدت الأغلبية، أي أغلبية، ما احنا كان عندنا الحزب الوطني كان أغلبية برضه، أي أغلبية أكيد لو أيدتهم هتأمن هجوم ناس كتير. ولكن هل هي دي الحقيقة؟ هل أنت التزمت بالحق والتزمت بالحقيقة؟ على الأقل من وجهة نظرك، مش من وجهة نظر المجموعة، لا من وجهة نظرك. وبالتالي أنا شخصيا عمري ما كنت في يوم من الأيام ضد حزب الحرية والعدالة ولا ضد الإخوان المسلمين. على العكس تماما انا بعتبر نفسي واحد من الذين تخرجوا من هذه المدرسة العظيمة الكبيرة التي افادت العالم العربي والاسلامي وبقع كثيرة في العالم كله. وبفهم حسن البنا عمل نقلة ضخمة في الفكر الاسلامي. كاد الفكر الاسلامي ان يستقر عند مساحة ان الدين بتاع الجامع. جاء حسن البنا في فترة زمنية عصيبة وقال لا، الإسلام دين شامل وكامل، فهو دين ودولة وعقيدة وشريعة ومصحف وسيف، وهو ينتظم كل مناحي الحياة. الفكرة دي بس لو ما قالش غيرها حسن البنا يبقى عمل نقلة هائلة في تاريخ الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية. وأنا ابن هذه المدرسة، وعلاقتي بإخواني في الإخوان قائمة وجيدة جدا،
علاقتي باخواني في حزب الحريه والعداله قائمه وقويه جدا، وكنا النهارده بنتكلم في امور حتى تخص صميم جماعه الاخوان المسلمين مع قيادات حزب الحريه والعداله في مجلس الشعب، وكان حديثا خاصا يعني لا استطيع ان ابوح به، وده ثقه يعني ادوهاني انا بشكرهم عليها. شكرا. بعد فترة مثلا لبعض النواب المستقلين يعلنون انضمامهم لأحزاب أخرى؟ العمل السياسي وارد فيه الحركة السياسية الواسعة. الحركة السياسية الواسعة التحالفات والائتلافات والاندماجات والانتقال من حزب إلى حزب، والانتقال هنا من حزب إلى حزب ما يعتبرش خروج عن الملة وما يعتبرش نقول عن المبادئ ولا عدول عن الفكر وغير ذلك، لا، هي مجرد الأفكار السياسية غير مقدسة. الأصل في المرجعية عند ذوي المرجعية الإسلامية أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا بأس من أن الفكرة السياسية النهاردة أنت تكون معتنقها كمان 7 8 10 سنين بعد مزيد من القراءة والبحث والسفر والاطلاع والاحتكاك والنزول في الشارع والحركة في وسط الناس، تتكون لديك قناعات أخرى، يتطور تفكيرك. نحن يعني نعلم هذا جيدا في مرجعيتنا الإسلامية. الإمام الشافعي كان له مذهبان، مذهب في العراق ثم لما جاء إلى مصر غير مذهبه ما خرجش من جلده. كثير من التلاميذ للأئمة كان الطبيعي أن ينشأوا على مذهب أئمتهم. الشافعي نفسه كان شيخه هو الإمام مالك، ومع هذا ما طلعش مالكي، طلع شافعي، وهكذا أبو حنيفة، وهكذا أحمد بن حنبل، وهكذا ابن حزم، وهكذا باقي الفقهاء. وبالتالي الأصل عندنا هي حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير، طالما انك انت بتجتهد في هذا وبتسعى الى انك انت تحصل المزيد وتطور فكرك دائما. أستاذ محمد لطفي، إلى أي مدى بترى أن مثل هذه الملتقيات الشبابية مهمة بالنسبة للشباب؟ هي مهمة جدا، يعني هي الشباب وقود الوطن. الوقود ده ممكن يبقى بناء وممكن يبقى هدام. يبقى بناء لما نحتويه، لما نفهمه، لما نتكلم معاه، لما نسمع رغباته، لما نناقشه. وإلا بنسيب فراغ كبير قوي، بنسمح من الفراغ الكبير دوت ان اي حد يسيطر على الشباب ويخليه أداة هدم للوطن. يعني ده دور كبير جدا لازم باستمرار نبقى مهتمين بيه. ما أعتقد أن قيادات الأحزاب بتسيطر على الأحزاب. قيادات الأحزاب عندها قدرة على التعامل معهم واحتوائهم، وخاصة أنهم الناس ليهم رأي مختلف بأيديولوجية مختلفة، وبالتالي ما فيش خوف أنهم ينفلتوا. مش كل الشباب مشتركة في أحزاب، الغالبية العظمى من الشباب مش مشتركة في أحزاب. دول يروحوا فين؟ دول لازم ننظم لهم ندوات، لازم ننظم لهم حملات توعية، لازم نحتويهم. رؤيتك ايه للمنظومة الامنية في المستقبل؟ رؤيتك ايه للوضع الامني القائم والتهديدات اللي بتلقاها مصر في المستقبل؟ انت شايف ايه بعد انتهاء العصيان المدني وهو اخر مراحل حرب اللاعنف؟ انا شايف ان انا سعيد جدا بفشل العصيان المدني، سعيد جدا بيه، وده ادانا كلنا تفاؤل ان احنا شعبنا فاهم وواعي. فباذن الله مصر بقية، ويعني مهما فعلوا مصر بقية بإذن الله. وانا شايف ان مفيش اي حاجة ان شاء الله تحصل في مصر. هو طبعا بالنسبة للكتاب حرب اللاعنف بيقول ان دي اخر مرحلة من مراحل الكفاح السلمي. المفروض بعد كده على حسب المخطط او على حسب الكتاب ان هيبقى في ميليشيات مسلحة هتقوم باعمال تخريبية في مصر. ده ما ذكر في الكتاب. ده ما ذكر في الكتاب. بس احنا هنتصدى لاي شيء كشعب واحد. ذكر في مصر سيادتك ولا هذا؟ لا ده بوجه، لا الكتاب ده عبارة عن تكتيكات، عبارة عن بحوث، عبارة عن افكار اتطورت من جين شارب. استمد الفكرة من غاندي، وضع المخططات، بس ما بيستهدفش بيها دولة بذاتها. يعني هو اخذ فكرة من غاندي في الكفاح السلمي ضد الاحتلال الانجليزي وطورها من ان ده كفاح سلمي ضد محتل ليبقى كفاح سلمي من الدولة نفسها لاسقاطها. انهي دولة ما ذكرش انهي دولة، وعمل استراتيجيات وتكتيكات ولها مراحل كتير جدا. اخرها
لإسقاط الدولة العصيان المدني اللي فشل في مصر بفضل وعي شعبها. فالمرحلة اللي جاية ان احنا كده خلصنا مرحلة اللاعنف، بنخش في مرحلة العنف. السؤال هنا عن دور الأحزاب في التصدي لمثل هذه المخططات، والسؤال أيضا نحو إمكانية الشباب المصري أو الشعب المصري فرادة بدون أحزاب أو تجمعات أو جمعيات أو غيره في التعامل مع هذه المخططات بصورة مباشرة. هي معادلة بسيطة جدا، ان في الوقت ده بالذات جميع الأحزاب جميع القوى السياسية يفكروا في مصلحة مصر. بإذن الله يا فندم ده للمتوسمين، وبإذن الله في الشعب المصري اللي يتصدى لكل أنواع الفتن اللي حاولوا يبثوها في مصر هنا من فتن طائفية أو غيره تحت أي مسميات، وفي الآخر بدون دراسات وبدون قدرتنا على التعامل الأمني بصورة أكاديمية قدرنا نفهمها ونوقعها فعلا، ولا تنطلي علينا مثل هذه الخدع. بشكرك مرة تانية أستاذ محمد لطفي نائب رئيس تحرير جريدة صوت العرب. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تحياتي. عاوز اقول نقطتين بس. الواحد احيانا الشباب بيقتنع ان مصر دي جزيره لوحديها، بس يعني كل بلد جزيره لوحديها ابدا. احنا جزء من مجتمع، وكادبيين بنرتبط بالتطور بتاع المجتمعات الادبيه في العالم كله. ولازم يا شباب تحطوا دي دايما في مخكم، ان الواحد ما يتصورش ان مصر بمعزل عن العالم كله. بمعنى ايه؟ انا درست في فرنسا، ونفس الثوره اللي قاموا بيها الشباب قاموا بيها في فرنسا سنه 68، وكانت ضد اعتى واقوى رجل انذاك زعيم عالمي كان ديجول، واستطاعوا انهم فعلا يغيروه بنفس الطريقه. كثافه عدديه كبيره جدا طلعت ونادت بتغيير، والتغيير حدث، والتغيير كان واضح جدا. انهى فتره كان فيها زعامه لفرد انتهت ليه؟ انتهت لان الشباب زي حضراتكم زي ما نزل هو اللي قام بالثوره. قام بالثوره في فرنسا، والثوره كانت سلميه وانتهت بتغيير. انا بقول ده الكلام ده ليه؟ لان احنا بيسعدنا جدا لما بنقعد ونسمع ارائكم، لان الشباب بيتميز دايما بان اراءه ما فيهاش التاثيرات اللي بتاثر فيها الكبار من لوازم الحياه وضغوط الحياه. فانتوا لما بتتكلموا النهارده مثلا عن ما يحدث في البرلمان او في مجلس الشعب، ما فيش شك ان احنا شاعرين بيه. يعني انا فعلا زي ما الاستاذ عصام كان بيقول، انا كنت شاعر النهارده ان لازم اروح انا بقعد كل واحد بياخد كلمه. احنا كان عندنا 186 سؤال كانوا معروضين، 186. يعني حضرتك لو ضربت 5 دقائق بلاش 3 دقائق احسب قد ايه وقت غير معقول. الدرجه تبعتني ان انا باذن الله تعالى هحاول بعدل في اللائحه على نحو يسمح ان المواضيع دي ما تبقاش متكرره، وفعلا ننجز. احنا بنضيع وقت، ومنتهى الصراحه الواحد بيروح مساله مضيعه وقت، ومضيعه وقت يجب ان احنا نضع عليها حد بسرعه عشان فعلا نستطيع ان ننجز على نحو يرضي الثوار اللي هم عاده بيبقوا اسرع من غيرهم طالبين للنتائج. مشاهدينا في ختام حواراتنا النهارده اعتقد ان في راي ورأي اخر ورأي ثالث ورأي رابع، لكن بالتأكيد احنا ملينا من كتر الآراء، ملينا من كتر التوجهات والاتجاهات. في الآخر عاوزين خريطة عمل، عاوزين خطة عمل نمشي عليها وكلنا نمشي عليها بقى. كفاية كلام وكفاية طرح لوجهات النظر المختلفة، هي كلها والله جميلة وكلها فعلا مؤثرة وبتؤدي لمستقبل لمصر حسب رؤى مختلفة، ولكن احنا عاوزين نشتغل بقى. كفاية كلام كده، وإن كان بالتأكيد الحوارات لن تنتهي أبدا، وهنكون معاكم دايما في حواراتنا، حوارات شبابية.